خوفهم، قال لهم الناس دي انتوا ما بتقدروا تثبتوا، وكان اثبتت البيت دي عكس الكلام اللي انتوا بتقوله. يا ويلهم بعد ذاك ممكن هي تشربك فيكم. المهم شكلهم خافوا. يا ماما اخوكي قعدت سنه كامله نسينا الموضوع ده. بعد السنه دي جاتنا البيت وامها شايلين لين بيبي. اقسم بالله بس المسلسلات الهنديه والتركيه والصينيه فاتوا الصينيين بهناك ديل في الكتب. اجينا بعد سنه. بعد سنه الام جات شايله ليها بيبي حالات الدنيا تشدد ما سمح انا ريت للعيال دي، امي ريدت للعيال. جابوا لكم الحفيد. قالت لنا كده امها والله طبعا امها بتعرف امي. الاثنين اساتذه درست اخواني وما ذاك. عليك الله شوف الاستاذات، عليك الله شوف استاذات اخر الزمن. قال قم للمعلم وفيه التبجيله. قال استغفر الله العظيم. محمد اخوي يعني لما شافه. انت ما تقولي اسم اخوك يا بنت الحلال، ما تقولي اسم اخوكي. الكبير ما صاحب المشكله، المهم ما علينا. لما شافه كده قال لنا انا ما حزنت في حياتي قدر ما حزنت لها لما شفتها مكسوره كده. جات بالبيت مكسوره وجات سايقه البيت ومعاها شافع صغير. قالت لي انا والله انا الحصل وانا بمسكه الولد، لكن انا هسي ما عندي حاجه. وهي طبعا ما بترضع البيت. قالت لي انا ما عندي ولا علبه لبن عشان ارضعه. امي قالت لها احنا الموضوع ده زمان ما قلت معها بنتي. اي يا ندي حيا ندي مشي. المهم قالت لها ما قلت بنتي ونحن عملت لكم كده وخلاص يعني تعرفي شنو جايين لنا لشنو. قالت لها والله يا اخي انا بس زي ما قلت لك الجنة دبمو لو هسي ما انا زورة ضعيفه ما عندي حاجه عشان اشتري له لبن وكده. والله يا ماما كنت تاني حنيت لما دخلت جوا ماشي اجيب لها قروش عشان تشتري. ما بتتوبي. قالت لها رجعي القروش دي جوا. قالت لها عشان يقولوا اي فعلا صحيح ولدهم انما مشى جابوا له واشتروا له لبن. المهم امي حسمته وقالت لامها وسبحان الله يا ماما كوكي المرأة دي غريبة يعني بنتها بعد عمايلها دي كلها جات بتلفونها وتنفس بالتلفون وامها مكسورة وتحكي والبنت تدردش بالتلفون ولا علاوة كأنه ما في شيء. البنت قلبها ميت. قلبها ميت ولا ما طبيعية. أنا بس بقول إنه فيها مشكلة يعني ما طبيعية البنت ما كويسة. عندها حالة نفسية شنو. المهم أنا نسيت أقول لك حاجة. بعد ما خلاص كان تاني يوم نحن قلت لك بعد الجوطة اللي عملوها لي وفي المكتب وما بعرف مولانا ده مشى فتش عليهم وسأل منه. يا ماما كوكي ما اكتشف إنه البنت ده الحمل الثالث ليها وشردت قبل كده مع واحد وهي عمرها 17 سنة. وهي عمرها 15 سنة شردت مع واحد مشت معاه مدينة تانية وقعدت وأهلها فتحوا بلاغ وقالوا اتخطفت وما اتخطفت ورجعت بعد أسبوع كده. دي المرة الأولى. المرة الثانية برضو كانت حامل من واحد قالوا يعني شرطي عسكري حاجة زي كده وهي طبعا قاصر. فقاموا أهلها رفعوا عليه قضية وشنو الراجل قام هرب من البلد مشت جار وخلى لهم الولد الكبير في يده. تاني برضو بقت حامل. المهم بقت حامل زي 3 مرات وقضاياهم تاريخ كثيرة في مكشوفين حال. أصلا هون أسرة مكشوفة حال. أيوة يعني كده لقينا إنه مشاكلهم كثيرة في الأسرة والطفل. وكل مرة من الوقت ذاك يعني أهلا يقولوا إنها قاصر ويتلولوا في الجاني يعني فهمتي. أنا المفروض يعني كان بتعمل كده أحاول أقومها أحاول أشوف المشكلة شنو صح. أكيد هاي كل مرة هم يتلولوا في الراجل. المهم أنا طبعا الكلام ما بقول إنه أخوي ما غلطان مثلا غلطان والله إحنا ذاتنا لمناه في البيت شديد. لكن يعني لو كان الوضع عكس برضه إحنا كان بنتنا بنعرف نربيها يعني. فغايته زي ما بقول إنه أولادكم فتنة. يعني الجنة جابته لكم جديد ده ما حقكم؟ لا ما حقنا. ذاك منزلهم قالوا سبحان الله أمها ما عارفة تصدقي. يعني كل التفاصيل دي أمي لما حكت لها قالت لها أنا طبعا ما كنت عارفة كل التفاصيل دي. عندها خالاتها يعني زي ما كويسات كده. يعني خالاتها هم اللي بيعملوا لها الحاجات دي كلها. طيب كانوا بيخططوا. وأخوكي موقف شنو؟ أنا ده هم اللي خططوا. وأخوكي موقف شنو من الكلام ده كله؟ يا موقف شنو بس بيعتذر لي ما الليلة بيعتذر لي طبعا يا حسين. والله يحليكم غيتوا درامات عجيبة. السودان ده ترى فوقه ما شوية.
ويا علي ويا ماما، كنت شفتي في العيادة وكنت خلاص كانت تعبانة تمسك فيني أنا وصاحبتي، قلت لك كبار وعوار البيت، وتبكي واي أنا بحبه الليل. أنا من أتذكر والله بدي قلت أدب بشكل، بس الحمد لله. ربنا يستر الشباب يا اخي.